السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده. اول حاجه هنبتدي بيها الدوري المصري والاهلي وبلديه المحله. الاهلي فاز 2-1 على بلديه المحله ليصبح المركز السادس ب 33 نقطه بعد 15 مباراه. والاول بيراميدز ب 47 نقطه بعد 20 مباراه. المصري 37 نقطه بعد 20 مباراه. وزد 36 نقطه بعد 20 مباراه. المشكله مش في كده، المشكله ان يعني 22 مباراه، 15 مباراه، 20 مباراه، يعني الصراحه يعني الواحد بيه يعني مش عارف، يعني انا مش عارف اقول ايه والله. والله العظيم كل لما اتكلم عن الدوري المصري مش عارف اقول ايه. المهم ان حسام اشرف هو المتصدر بترتيب الهدافين ب 11 هدف. واللي بعده باولو بتاع الاتحاد السكندري. بلديه المحله يتقدم ببلاغ للنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية للمحترفين بسبب الانتهاكات الصارخة التي تحدث في الدوري المصري. هو بيقول إن أنا بتعرض لظلم بسبب التحكيم. ده مش هو بس، كمان ده هو وزد، بس اللي أصدر بيان رسمي وعمل مذكرة رسمية للنائب أحمد دياب هو بلدية المحلة. ولغاية دلوقتي طبعا النائب أحمد دياب لسه ما ردش عليهم، أكيد هيذاكر المذكرة طبعا وهيرد عليهم. وريال مدريد يحتفل بالمرة ال 36 ليه بصدارة الدوري أو بالفوز بالدوري. ريال مدريد حقق الدوري دوت ب 93 نقطة، وصعد للوصافة برشلونة ب 79 نقطة، والمركز الثالث بجيرونا ب 75 نقطة. ريال مدريد بيكسر الأرقام القياسية، و20 ماتش بدون ما يدخل فيه هدف، و30 ماتش بدون ما يخسر. ودي إحصائيات جديدة لريال مدريد، وبيضرب أرقام قياسية جديدة. ولأول مرة في جايزة أحسن لاعب هيختاروهم من نادي واحد، وهم الثلاث لعيبة بيلينجهام وفينيسيوس ومبابي. هدافي الدوري الأسباني دوفبيك لاعب جيرونا ب 20 هدف، ويليه سورلوس لاعب فيها ريال ب 19 هدف، وبيلينجهام ب 19 هدف برضه لاعب ريال مدريد، وليفاندوفسكي 17 هدف لاعب برشلونة. تشافي بعد ما أعلن ان هو هيبقى في برشلونة بعدها ب3 اسابيع بالظبط، لابورتا بيقلب عليه بسبب ان لابورتا طبعا زي ما انتم عارفين ان هو مجنون. وبعد ما كان بيتحايل عليه واقعد ومعلش وي 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 تشافي عمل غلطه واحده بس، هو حسبها له لابورتا ان هو كده لازم ينهي، وده اخر موسم ليه. تشافي بعد ماتش الميريا طلع قال اني احنا محتاجين فلوس او صفقات ماليه عشان نقدر ننافس ريال مدريد وبقيه الانديه الاوروبيه، وان احنا حاليا مش هنقدر ننافس الانديه الاوروبيه ولا ريال مدريد. من بعدها ولابورتا قلب عليه وقال ده اخر موسم ليه وهو مش هيكمل فيه. لابورتا زي ما انتم عارفين ان هو مجنون اصلا ومخه تعبان يعني. هو ده اللي انا عايز اقوله. يمين لامال اول لاعب يصبح في الدوري الاسباني يسجل 5 اهداف قبل ان يتم عمر 17 عام. كل الصحف الاسبانيه طبعا بتتكلم عن الرقم القياسي الجديد اللي حققه لامين يامال، ولما نشوف في حد بقى هيقدر يكسر الرقم القياسي ده ولا لا. اعلن خفير تيباس رئيس رابطه الدوري الاسباني لا ليجا ان كيليان امبابي فعلا مضى لريال مدريد، والعقد بتاعه هيكون 5 سنين. بس ما قالش برضو القيمه الماليه او يعني الفلوس اللي هياخدها في العقد بتاعه خلال ال5 سنين ايه. الدوري الانجليزي، السيتي فاز على توتنهام وبيه كده بنسبه 99%، هو كده محقق الدوري، لان الماتش اللي جاي له مع ويست هام، وزي ما انتم عارفين اللقاءات المباشره بين السيتي وويست هام اصلا دايسين على وشهم. دايسين على وشهم ليه؟ لاعبين 15 مباراه، 12 مباراه لوحده السيتي فاز فيهم، ومباراتين اتعادلوا، وويست هام فاز مره واحده. ف 99% البطوله انتهت. السيتي ب 88 نقطة بيخلص الدوري الانجليزي، والارسنال ب 86 نقطة، والليفر خارج الحسابات ب 79 نقطة. الماتش الجاي الارسنال وايفرتون، وتاريخ المواجهات 15 مباراة 9 فاز فيهم الارسنال، و4 فاز فيهم ايفرتون، وتعادلوا في مباراة واحدة. عشان كده انا بقول ان الدوري الانجليزي بنسبة 99% بيه للسيتي. خصوصا بعد ما فاز على توتنهام، الماتش اللي كان مولع نار، والكرة بتاعت سون اللي ضيعها، وبيب جاردولا لما وقع في الارض وبيسالوه في الخبر الصحفي انت وقعت ليه، قال لهم انا كده برتاح على الارض، ظهري وجعني ومش برتاح كده غير كده على الارض. ماتش كان مولع نار طبعا، ويعني مش عارف اقول ايه، بس حظهم فقر الارسنال، مش هقدر اقول غير كده. Young Min Son went clean through with 4 minutes to go. I
think you were on the deck before he even shot. What was going through your mind at that point? That could have been 1-1. But I had problems with my back, and that's why that position is better. So I had to try to relay. What I said, oh God, do you know how many times Sang Punijas in the last 7-8 years? Can I tell you how many goals they scored against us with Hurricane? Oh my God. Then I said, no, once again. But Stefan make an incredible save. هدافي الدوري الانجليزي هالاند ب 27 هدف، وبالمر ب 22 هدف لاعب تشيلسي، وايسال لاعب نيوكاسل ب 20 هدف. الهلال يحقق لقبه ال 19 في تاريخه بالفوز بالدوري السعودي، دوري روشن السعودي. الهلال عنده 89 نقطة قادر يخلص بيهم الدوري، والنصر يليه ب 77 نقطة، وبعديهم الاهلي السعودي ب 58 نقطة. هدافين الدوري السعودي كريستيانو رونالدو ب 33 نقطة، وبعديه متروفيتش ب 26 نقطة، ويليهم الثالث في المركز الثالث حمد الله ب 19 نقطة لاعب الاتحاد السعودي. ديربي الرياض بين الهلال والنصر. الديربي دوت طبعا يعني في ليه الهلال ليه مشجعين كتير والنصر ليه مشجعين كتير جدا. الهلال قابل النصر 31 مرة، فاز فيهم الهلال، قدر يفوز فيهم على النصر 16 مرة، والنصر قدر يفوز فيهم 6 مرات، وتعادلوا هما الاثنين 9 مرات. القيمة التسويقية لنادي الهلال السعودي 243 مليون يورو، والقيمة التسويقية لنادي النصر 144 مليون يورو. الماتش النهارده على الأول بارك في الرياض، والاستاد بيساع 55,000 مشجع. النهارده هنشوف ماتش عالمي طبعا، وزي ما انتم عارفين الدوري الروشن السعودي عالمي يعني، كريستيانو رونالدو ومتروفيتش وسافيتش ومالكوم، والدنيا حلوه وكانتي. استنوا الماتش ده لان الماتش ده هيبقى مولع نار يعني. دوري ابطال افريقيا، الاهلي يواجه الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت الساعه 10 مساء. الاهلي قابل الترجي 24 مره، فاز فيهم 11 مره، وكان الانتصار للقلعه الحمراء، وفاز فيهم الترجي بعدها 4 مرات، وتعادلوا هما الاثنين 8 مرات. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي المصري 31 مليون يورو، والقيمه التسويقيه لنادي الترجي 18 مليون يورو. احنا كعبين عالي عليهم، مش هقدر اقول غير كده. وان الهداف من عندنا كمان حسين الشحات ب5 اهداف، وبعديه كهربا ب4 اهداف من 10 ماتشات. هم عندهم لاعبين برازيليين، رودريجو ورودريجيز. يانسا سي دوت مدخل 3 اهداف، والتاني ده مش مدخل خالص. على ما اعتقد محمد عمنا ما يقدر يحطهم في جيبه. وهو لو لعب بمحمد هاني باك يمين، وعلي معلول باك شمال، واثنين سرد باكات، محمد هاني وياسر ابراهيم، وبلاش رامي ربيعه او متولي، وفوقيهم عمرو السوليه واكرم توفيق، وفوقيهم هيلعب صانع العاب طبعا امام عاشور، ووينج يمين عندنا يلعب بيرسي تاو، ووينج شمال حسين الشحات، والمهاجم عندنا صريح يلعب وسام ابو علي. على ما اعتقد ان ده احسن تشكيل. ولو لعب بالتشكيل دوت وما الفش، عشان كولر ساعات بيألف يعني في الماتشات الكبيره، ان شاء الله باذن الله نطلع في الماتش ده حتى على الاقل متعادلين. ولو طلعنا متعادلين في مصر نرجع نكسبهم مرتاح قوي كمان. عندنا اصابات طبعا، عمرو السوليه مش هيلعب عشان خاطر الضمه عنده، واحمد عبد القادر برضو الخلفيه عنده فيها مشكله او اصابه في الخلفيه. احمد نبيل كوكا مش هيلعب. كريستو وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح كل دول مش هيلعبوا. عمر كمال مش مقيد افريقيا، كان نفسي يلعب جدا. يعني احنا كعبين عالي عليهم، وان شاء الله باذن الله تبقى ال 12 وال 12 يا اهلي. مش عارف، مش هقول غير كده يعني. الاهلي لعب 16 نهائي افريقيا، فاز فيهم 11 مره،
اخر 3 مواجهات للترجي التونسي اتعادل في واحده وخسر في واحده وفاز في واحده. اتعادل مع الصفاقسي التونسي وخسر من الملعب التونسي وفاز على النجم الساحلي 3-2. الاهلي المصري في ال3 مباريات الاخرانيين بتوعه الحمد لله اكتساب واكتساح، يعني الحمد لله ده بيدينا ثقه اكتر ودافع اكتر ان احنا نفوز بالبطوله. ان شاء الله ال 12 يا اهلي، ويبقى رقم قياسي جديد للقلعه الحمراء ولمحبين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان الحلقه الجديده.